حظي التعيس، كل هذه الأعمال مرة واحدة. كنت أظن أنها ستسمح لي بحضور العرس، ولكنها كانت تتسلى بي. الأفضل نبدأ العمل، لأنها أولا وأخيرا ستطالبني بإنهائه. يبدو أن رؤيتي للأمير في الحلم كانت بديلا عن حضور العرس. انظري إلى الفتيات يا كرام، كم هن جميلات. إنهن جميلات يا أمي. هل أنت مسرورة يا ابنتي؟ نعم يا أمي، إن عرس ورد الصباح جميل جدا. ليتنا نذهب دائما إلى الأفراح والأعراس. عندما يدعونا أحد إلى عرس فنحن لا نرفض الدعوة. مسكينة وريقة الحناء، لقد فاتها حضور العرس. إنها أصوات أقدام. من بالخارج؟ لقد قالت زوجة أبي إنها ستغلق الباب جيدا، فمن الذي جاء؟ من بالخارج؟ من بالخارج؟ أراك يا مريقة الحناء دهشت رؤيتي. ألا تحبين أن آتي لزيارتك؟ بل أحب يا جدة أن أراك دائما، أحب يا جدة. ولماذا إذا صرخت بفزع؟ لأنني فوجئت بك. كيف دخلت إلى هنا؟ لقد أغلقت خالتي الباب خلفها عندما ذهبت. أنت لا يهم الآن. المهم هو لماذا لم تذهبي إلى العرس كما فعل الجميع؟ ألا تحبين حضور الأعراس والأفراح؟ إنها قصة طويلة. خالتك طبعا لم تسمح لك، ها؟ هي تقول بأن أبي لا يريدني أن أخرج من المنزل في غيابه. ولماذا لا يريد لك أن تخرجي من المنزل في غيابه؟ لأنها أخبرته عني قصصا وحكايات جعلته يغضب مني، وأنا بريئة أيتها الجدة من كل ما قالته الخالة. ولكن لا أريد أن أسبب لأبي المزيد من الحزن. إذا فقط حرمتك خالتك من حضور العرس، بل سمحت لي أن أذهب إذا أنهيت عملي. إذا تذهبين. أنا أساعدك في إنهاء العمل. لقد أعطتني كل هذا لأقوم بتنقيته، ثم كنس البيت وتنظيف المطبخ هنا. وعندما قلت لها برجاء وإلحاح بأن تسمح لي بالذهاب، قالت لي: إذا أنهيت عملك الحقي بنا. ولما قلت لها إن هذا العمل يحتاج إلى وقت طويل لينتهي، ضحكت، ثم خرجت وذهبت وتركتني هنا وحيدة. إذا المشكلة قد حلت. هيا اذهبي لارتداء ملابسك وأقوم أنا بالعمل نيابة عنك. هيا اذهبي. وكيف تنتهين من العمل كله؟ ثم أنني لا أملك ثوبا جديدا. لأن الخالة جهزت ثوبا جديدا لكرام فقط، وأنا لا أريد أن أبدو أمام الفتيات بثوبي الممزق هذا. أليس لديك ثوب آخر؟ بلى، ولكن كيف ستقومين بالعمل بدلا مني؟ أنا لا أريد لك أن تتعبي يا جدة، ثم إن هذا العمل يحتاج إلى وقت طويل لينتهي. هيا بسرعة ولا تضيع الوقت. ألا تثقين بي؟ ألم أساعدك في رعي الأغنام دون أن تتعبي بالجري وراءها؟ هذا صحيح. سأذهب الآن لارتداء ثوبي الآخر. شكرا لك يا جدة، شكرا لك. ارتدي ملابسك وتعالي لأزينك بسرعة لتصبحي أجمل من كل الفتيات. هيا أسرعي وبسرعة.
ما بالها ابنتي الجميلة؟ لماذا هي حزينة؟ تعالي وانظري، لقد انتهيت من تنقية الحبوب. لماذا لم ترتدي ثوبك؟ ها؟ لقد أخفت الخالة ثوبي الوحيد الذي لدي، والذي كان من الممكن أن أرتديه في عرس ورد الصباح. هذا أفضل. اسمعي، اتركي أمر الثوب والأشياء الأخرى علي. أريد منك ألا تخبري أحدا أنك وريقة الحناء. سأجعلك تذهبين إلى العرس وأنت في أحسن حال، وإذا سألك أحد على اسمك فقولي إنك شمس النهار. هل عرفت ما هو اسمه؟ شمس النهار. لم أفهم شيئا. هذا أفضل. تعالي فالوقت ضيق، سأشرح لك أثناء العمل. تفضلي يا ابنتي، تفضلي. ألا أعرفك من قبل؟ لا أظن يا خالة، فنحن لم نلتقي من قبل. إذا عرفيني باسمك يا فتاة، فأنت تبدين وكأنك أميرة من الأميرات. اسمي شمس النهار. واعذريني يا خالة إذا اكتفيت باختيارك باسمي فقط، لأن حضوري إلى العرس أمر أريده أن يبقى سرا. كما تحبين يا ابنتي، كما تحبين. هل أجد لك مكانا تجلسين فيه أم تفضلين الوقوف؟ بل سأبقى مكاني كي أشاهد الفتيات من هنا. كما تحبين يا ابنتي. من هذه الفتاة الجميلة التي دخلت الآن يا أم سعيد؟ اسمها شمس النهار، وتبدو وكأنها أميرة من الأميرات. انظري، لقد وقفت وحدها يا أمي. يبدو لي وكأنني أعرفها من قبل. كأنها ورقة الحناء يا أمي. يا مجنونة، ورقة الحناء؟ كيف؟ ولديها من العمل ما يكفيها يومين على الأقل. لا 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 لا، إنها تبدو كأميرة من الأميرات. لو لم تكن وريقة الحناء في المنزل لقلت إنها هي. يا كرام يا حبيبتي، الوجوه تتشابه. ثم انظري إلى ثيابها وحليها. من أين لوريقة الحناء بمثل هذه الثياب وهذه المجوهرات؟ إن الثوب الوحيد الذي تملكه وتستطيع أن تحضر به هذا العرس أخفيته في مكان لا تستطيع أن تصل إليه إلا بمعجزة. ليتنا نتعرف على هذه الفتاة يا أمي. نعم، يجب أن نتعرف عليها حتى تصبح من معارفنا، وعندما تصبح من معارفنا تستطيع أن تعلمك كيف تمشين بهدوء وتتحدثين برقة، وكيف تظل ملابسك دائما نظيفة. هذا يعني أنني لا أعرف كيف أتحدث. أوعدني بنفسي. يا حبيبتي، أنا أمك ويجب أن أصارحك. إنني أتمنى أن أراك أجمل الجميلات. من أنت؟ ألم نتقابل من قبل؟ ربما تقابلنا، ولكن في مكان آخر. أنا متأكد أنني رأيتك من قبل، ولكن لا أتذكر أين. ما اسمك؟ ربما تذكرت إذا عرفت اسمك.
يسمونني شمس النهار. حتى اسمك جميل أيضا. شكرا للأمير على مدحه لي. شمس النهار. ماذا أيها الأمير؟ سأغيب عنك لحظات ثم أعود. إياك أن تذهبي، لن أتأخر. لقد رأتني كرام وأنا أتحدث مع الأمير، والآن تتحدث مع خالتي. ترى ماذا تقول؟ هيا يا ابنتي تعالي كي نتعرف عليها. هيا يا أمي. يا للمصيبة، هي خالتي وكرام قادمتان. لابد أنهما قادمتان باتجاهي، لابد أنهما كشفتا أمري. الويل لي، الويل لي لو أمسكت بي زوجة أبي. يجب أن أهرب قبل أن تمسك بي. لو أمسكت بي ستسبب لي فضيحة أمام الجميع، وقد تضربني أيضا. يجب أن أهرب. انظري يا أمي، قد وقعت فردة حذائها. هي ورقة الحناء. تعالي لأحدثك عن العرس. نعم، أحب أن تحكي لي كل شيء. هل أنهيت كل الأعمال التي طلبتها منك؟ نعم يا خالة، لقد انتهيت من كل شيء، ولم يبقى هناك أي شيء أفعله. ولماذا إذن لم تلحقي بنا في العرس؟ وكيف أحضر يا خالة؟ وملابسي كلها قديمة. أنا لا أملك ثوبا جديدا. على أي حال، ها هي كرام ستحدثني بكل شيء. هيا هيا. انتظري، حذاري يا كرام أن تتسخ ثيابك. انتبهي. عليك أن تذهب إلى منزل مطاع وتسأل ورد الصباح. لابد أنها تعرف شيئا عن شمس النهار. يا سيدي، لماذا لا ننتظر قليلا؟ الوقت ما زال مبكرا، ولا بد أن الجميع نائمون بعد أن زهروا كثيرا في الأمس. كان علي أن أسأل بالأمس عنها، ولكنني بقيت حتى النهاية على أمل أن تعود. لقد تركتها للحظات قليلة لأطلب منك أن تتبعها عندما تغادر العرس لتعرف منزلها. عندما عدت لم أجدها. عندي فكرة، ربما عرفنا بواسطتها مكان شمس النهار. إلينا بها، إلينا بها، إلينا بها، وأنا أنفذها فورا إذا كانت ستساعدني في العثور على شمس النهار. هذا الحذاء ألست تقول بأنه لها وأنها أوقعته وهي تغادر العرس؟ نعم، ولكن ما دخل الحذاء؟ نبحث عن فتاة يكون هذا الحذاء لها. قد تكون الفكرة صائبة ولكنها متعبة، والأفضل أن نسأل أولا. اذهب إلى منزل ورد الصباح واسأل والدتها، فربما تعرف شيئا، لأنها هي التي استقبلتها وهي التي تحدثت معها أولا. شمس النهار؟ أنا لا أعرفها من قبل، ولكنني مع هذا أحس وكأنني أعرفها.
كيف هذا؟ من دعاها إذا إلى العرس؟ الجميع لم يسمع باسمها من قبل. ثم لماذا غادرت العرس بسرعة هكذا؟ الجميع أعجب بها، والجميع أيضا تساءل لماذا هي تركت العرس بهذه السرعة، وكأنها تذكرت شيئا ما أو كأن شيئا أخافها. الأمير أيضا عندما قابلها كان متأكدا بأنه رآها من قبل، وكلما حاول أن يتذكر أين رآها خانته الذاكرة. لقد تركها ليطلب مني أن أتبعها إلى منزلها، وعندما وصلت إلى المكان لم أجد سوى الحذاء. قل للأمير أن يعلن بين الناس بأنه يريدها زوجة له، فربما عرفت وحضرت. سأبحث عنها بنفسي وسأخبر الأمير برأيك ليعلن بين الناس. أنا الأمير نصير العدالة، أعلن بأنني قررت أن أتخذ من شمس النهار زوجة لي، ومن يعرف شيئا عنها وعن مكانها فله مكافأة كبيرة. لا داعي للإعلان، فربما كانت شمس النهار في منطقة أخرى. من يدري أين هي الآن وماذا تفعل؟ لا بد أن أجدها، لا بد من ذلك. إذن يا سيدي لنأخذ فردة الحذاء ونجوب المنطقة كلها. أنت على حق، إنه الحل الأخير، ومن اليوم نبدأ بالبحث. ماذا فعل الأمير بعد أن بحث عنها ولم يجدها؟ إنك أتعبتني كثيرا يا وريقة الحناء بالعرس وما جرى بالعرس. ألم تكتفي بما قصته عليك كرام من أمر هذا العرس؟ أرجوك يا خالة، أرجوك، أريد أن أسمع منك كل شيء، لأن كرام لم تحدثني بشيء. حسنا، سأحكي لك ولكن باختصار ولآخر مرة، ولن أسمح لك بعد ذلك أن تتفوهي بكلمة عن هذا العرس وما جرى في هذا العرس. مفهوم؟ مفهوم يا خالة. لقد حضرت فتاة جميلة جدا، وكانت ترتدي ثيابا جميلة ومطرزة، وأعجب بها الأمير، ولكنها كانت في عجلة من أمرها وتركت العرس فجأة دون أن تترك أي أثر لها سوى فردة حذاء قديمة. تقول كرام إنها فردة جديدة وفضية، وتقول أيضا إن الأميرة تشبهني. هل هذا صحيح؟ لا تصدقيها، بل كانت تشبهني أنا أيام أن كنت في سن كرام. ليتني جئت معكما. وماذا كنت ستفعلين؟ أتعتقدين أن الأمير كان سيعجب بك أنت؟ أنا جائعة يا أمي، لقد أكلت قبل قليل. وما شأنك أنت؟ ما شأنك؟ اذهبي يا حبيبتي وكلي ما شئت. سأفعل. وريقة الحناء، اذهبي يا حبيبتي إلى الغرف ونظفيها. هيا بسرعة. سأفعل يا خالة. ليتني أرتدي هذه الملابس مرة ثانية، إنها ثياب جميلة، ولم أجد مكانا أحفظها به بعيدا عن خالتي وكرام إلا هذه الغرفة التي لا نستعملها إلا لمؤونة الشتاء. يجب أن أحتفظ بهذه الملابس حتى تعود الجدة الطيبة وتأخذها، فهي لها، ويجب أن لا أضيعها أبدا. لقد انتهيت من كل شيء يا خالة. اذهبي الآن إلى المطبخ وأعد الطعام، لا تضيعي الوقت. هيا بسرعة. أهلا بك يا أم سعيد. أهلا، لقد سررت بزيارتك. كنت في زيارة قريبة
فقلت لنفسي أمر إليك لأخبرك بما جرى. وماذا جرى؟ هل جرى أمر هام؟ الأمير يبحث عن الفتاة التي اسمها شمس النهار. شمس النهار؟ غالب، وكيف سيجدها؟ إنه يبحث عنها في كل منزل ويطلب من كل فتاة أن تجرب الحذاء، ومن ستتمكن من ارتداء الحذاء إنه سيتزوجها. لهذا جئت إليك لأخبرك بألا تغادر المنزل اليوم، فربما وصل الأمير إلى منطقتكم اليوم. حسنا، إلى أين؟ إنك لم ترتاحي بعد. سأذهب لزيارة ابنتي ورد الصباح، سأعود في مرة قادمة. حسنا،